هذا اسمه الحايك. الحايك يلبس بهذه الطريقة. الحايك لعب دورا كبيرا في ثورة التحرير الجزائرية. كل المجاهدات كانوا يلبسوا الحايك بهذا الشكل، ينمسك من هنا وينحط تحت ايوه. وهذا يسمى العجار. العجار اللي هو تقريبا زي النقاب، كانوا يلبسوه خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر للحفاظ على الهوية وعلى قيمنا، القيم الإسلامية والهوية الإسلامية. فخلال ثورة التحرير كثير من العمليات قامت بها مجاهدات كبيرات مثل جميلة بوحيرد، جميلة بوعزة، جميلة بوباشا اللي صورها الرسام العالمي بيكاسو. بالمناسبة لوحتها تساوي قيمتها 450 مليون دولار جزائري. نعم. وحسيبة بن بوعلي الله يرحمها أيضا شهيدة ماتت في عشرينيات العمر، كانوا كلهم يلبسوا هذا. وأنجز مخرج إيطالي فيلم عليها اسمه لا باتاي دالجي، معركة الجزائر، نال به جائزة أوسكار. فكل المجاهدات كانوا يلبسوا هذا، يلبس بهذه الطريقة، وهو عبارة عن قطعة من القماش ومعه أيضا قطعة لكن مطرزة حرصا على الأناقة. هو قريب من البرقع المصري تقريبا، ونحن اللون يختلف ونحن نقلد الحين. جميل. كلام حلو. نقلد